تدخل ديال الدفاع. قلت بانه ديدي دروغبا سبق له فاز بدوري ابطال اوروبا. هذه محاوله يوسف العربي شو غادي يعمل؟ كيسداد وضرب جول ديدي. كنت كنتحدث على ديدي دروغبا، ولكن يوسف العربي بطريقه ديال اللاعبين الكبار وضع الكره في شباك الحارس بوبكار باري. مرتد هجومي خاطف ديال المنتخب الوطني المغربي. قلت بانه المنتخب الوطني المغربي بامكانه انه يحقق نتيجه ايجابيه اليوم. لاحظوا التمريره يعني نحو يوسف العربي، لقى فراغ كبير في الدفاع ديال المنتخب الايفواري، وهدف جميل ديال المنتخب الوطني المغربي بعد التمريرات ديال عمر القادوري نحو يوسف العربي اللي تمكن من انه يوضع الكره في شباك الحارس بوبكار باري. هدف لا شيء لفائده المنتخب الوطني ديال محمد بن رابح. ديدي دروغبا قلت بانه اي خطا وضربه جزاء. يعني ديدي دروغبا قلت بانه غادي يبحث عن اي شيء داخل مربع العمليات المنتخب الايفواري. لاحظوا لعبات يعني رميه الشر، نقول بانه كانت هناك لمسه يد ولكن صالحو، وحتى الحكم بيغناغ لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء. محمد امسيف امام ديدي دروغبا. ديدي دروغبا غادي يسدد ضربه جزاء ويسجل هدف التعادل لفائده المنتخب الايفواري الذي يتمكن من العوده في نتيجه ديال المباراه. ديدي دروغبا اللي مسجل هدف واحد خلال احصائيات كاس العالم، يطلب من الجماهير انهم يساندوا المنتخب الايفواري. الهدف الثاني لديدي دروغبا خلال احصائيات كاس العالم، والهدف الثامن للمنتخب الايفواري طيله الاحصائيات. لاحظوا محمد امسيف مشى للزاويه اللي سدد فيها ديدي دروغبا، ولكنه ما استطاعش انه يصد الكره. هدف لمثليه